السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. شفت يا جماعة الفيديو بتاع امبارح، وأم هدير عاطف كانت طالعة تصرخ في فيديو وتستغيث بالحكومة والنائب العام إن يشوفوا بنتها راحت فين، والبلطجية عملوا فيها إيه بالظبط، وقالت بنتي بريئة وملهاش ذنب وجوزها السبب. في أقوال طالعة برضو يا جماعة، وأخبار متداولة جدا على كل مواقع السوشيال ميديا إن هدير عاطف تم القبض عليها فعلا. وقالوا إن خبر وفاة جوزها بلال، الخبر ده مش صحيح، وهو اللي طالع يقول كده على صفحته. هل الكلام ده يا جماعة صح ولا لأ؟ وقالوا في ناس تقدمت ببلاغ بتتهم فيها البلوجر هدير عاطف بعمليات نصب كبيرة جدا، هي وجوزها. والبلاغ يا جماعة في تبع منطقة التجمع الخامس. وإنهم الناس دول بيتهموا هدير عاطف وجوزها إنهم اتعرضوا لعمليات نصب كبيرة منهم. هل الموضوع آية صحته إيه يا جماعة، وإيه اللي حصل؟ وهل بالفعل البلوجر هدير عاطف تم القبض عليها ولا لأ؟ لسه الأخبار ديت مش مؤكدة، ولسه مش عارفين وهل هي مخطوفة بالفعل